اللهم صل على محمد وعلى محمد. شلونكم متابعيني؟ شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون تمام. رجعنا لكم فيديو جديد ووصفة جديدة راح نسويها انا وياكم سوية، وان شاء الله راح تعجبكم. وصلتنا اليوم كوبة حليب. يلا نبدي بسم الله نشوف الفيديو سوا. اول شي حبايبي حمست البصل. هنا ضفت نص كيلو صدر دجاج مفروم. هنا حبايبي راح اضيف التوابل شنية، بهارات كبة وفلفل اسود، وراح اضيف الملح. هنا حبايبي راح نبدأ نسوي العجينة. شنو عندي هنا؟ أنا عندي 3 حبات بوتيتو على شقد على نص كيلو تمن. سالقة اني نص كيلو تمن على جهة، فهنا سلقت 3 حبات بوتيتو، والبوتيتو تكون باردة يعني ما بردتها بالمي حتى لا تشرب المي وتنفتح عندنا، هي تبرد من وحدها. هنا حبايبي تمن، طبخت نص كيلو تمن، نقعته طبخته، وهسه راح ابدي اعجنه. ضفت شوية كركم وضفت ملح. هسه حبايبي عجنتين كلهن سوا، وكانت هاي النتيجة. كل زينة وسهلة. هنا حبايبي راح نبدي نلف الكبة. ضفت هنا المعدنوسة والكرفس يعني ورا ما برد الحشوة. هنا حبايبي راح نلف الكبة. عجينة كل الزينة وساعة تنفتح عندنا ونقدر نفرزها، وطعمها يجنن. هنا حبايبي بعد ما لفيت كل الكمية مال الكبة، راح نبدي نقلب كبة زيت حامي، ونقلب كبة. هنا حبايبي خلص الفيديو لهذا اليوم. انتظروني بوصفات جديدة ان شاء الله. راح ابدي كملنا الكبة انا وياكم، كل انواع الكبة سويتهن، وان شاء الله راح اسوي البورق العراقي. انتظروني بالفيديو الجاي. وهنا كان طعمها كلش طيب، ان شاء الله تجربوها وتشوفوها. ولا تنسوني بلايك واشتراك حتى تصعد قناتي، قناة محمد للطبخ العراقي. مع السلامة حبايبي.